بعد القبض على مجموعة من المخربين منذ أيام واعتراف مسؤول هذه المجموعة بتلقيه أموال من الإمارات بأن دول إقليمية متورطة في أعمال الشغب في العراق، وذلك من أجل إيجاد فتنة بين أطياف الشعب العراقي. مع تزايد الإرهاب والحدود المفتوحة، تحول هذا البلد من مجرد ممر للمخدرات إلى سوق استهلاكي ضخم. أمنيتي أصير رئيسة جمهورية العراق. أنتي؟ إيه. هناك مشكلة في العراق بسبب هذا الوضع. مشكلة طائفية. مشكلة طائفية. هاي الروح الطائفية أو النزعة الطائفية بين أفراد الشعب العراقي أكيد، واللي حاولوا يزرعوها على مدى 16 عام الأحزاب المتنفذة والأجندة الخارجية، لكن اليوم نشوف وعي الشباب أكثر من شيء اسمه طائفية. نحن ما عندنا قانون عشائري ولا قضاء، عندنا عرف عشائري، وهذا العرف متوارث من خلال أجدادنا وآبائنا. توارثنا العرف العشائري، ولحد هذه اللحظة نحن متماسكين بالعرف العشائري. اكو بعض من الشيوخ ينحسبون شيوخ ولابسين عقال، وينحسب هو شيخ عام للاسف. يعني اني اقول لو يحط له شيله ويقعد ورا النسوان هوايه افضل مما ينقال عليه شيخ. شيخ اشياء البلد يهددني بالقتل امام مكتب شؤون العشائر، امام مرسوم جمهوري، وما حد حرك ساكن. اكو بعض من الشيوخ العشائر والاغلبيه طبعا هذا الموضوع اللي يتناولوه انه يضغط على اهل الضحيه، ان كانت اكو سرقه اكو قتل كائن من يكون الموضوع، يضغط عليهم شيخ العشيره يقول لهم يا اما تجون تاخذون الفصل اللي هو الشيخ خاله طبعا وبفلان وفلان يتدخل ويوقعون من الفصل، يا اما انه انتم اعطيكم سند وادبكم من العشيره. هاي العشاير اللي هم كلهم 56 كافي. احنا الميليشيات اللي يدعون باسم العشائر كافي، احنا لازم نكافحهم. الانفراجة ميدانية في القريب العاجل، فالأهداف المرسومة من الحلف الأمريكي السعودي والإماراتي تجهد لإشعال فتنة وتخريب البلاد عبر استغلال بعض العباد.